يا مساء الخير على كل متابعيني. معاكم عالم نرمين ناصر. انا جيت لكم النهارده بوصفه جديده. قبل ما نبتدي في وصفتنا، لو انت جديده اول مره تدخلي عندي القناه، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتدوسي على كلمه الكل علشان يوصلك كل جديد، فضلا وليس امرا. ويا رب يخليكم في حياتي وما يحرمنيش من لايكاتكم ومن تعليقاتكم الجميله. ومعلش انا عارفه ان انا بتاخر على نزول الفيديوهات لان النت عندي مش حب يعني بيعلق كده معايا. فكل ما احاول انزل فيديو فبتفشل معايا المحاوله، فالنت عندي فيه مشكله. فجيت لكم النهارده بالوصفه. انا كان عندي اوراق، 4 اوراق كده، فانا خدت منها الدبابيس، شلت منها الدبابيس وشلت منها وشلت الفخاد. فانا معايا هنا 4 دبابيس، وهنا دي معلقه توم. والبصلة دي بصل بفلفل اخضر انا فرماه ومفرزاه. ومعايا 4 طماطميات. الطماطم دي انا هضربها طبعا في الخلاط. ويلا نشوف وصفتنا. ويا رب الوصفة تبقى سهلة وسريعة للست العاملة لو انتي راجعة من الشغل. بسرعة ممكن تعمليها، ويا رب الوصفة تعجبكم. ويلا مع بعض نحضر الوصفة. انا هنا كده دي معايا معلقة مادة دهنية، دي معلقة السمنة. هنزل كده بفص الثوم. هنزل كده بالدبابيس، اقلبها مع الثوم. هنزل كده برشة فلفل اسود وكاري وملح. انا كده بعد ما قلبتها هنزل كده بالبصل، بصل والفلفل، اديهم كده تشويحه، اخلي البصل يتحمر ومنها الفراخ تشرب كده من البهارات والبصل والثوم. انا هخلي البصله تتشوح معايا شويه. كده الدبابيس اتحمرت معايا خلاص. انا هبتدي انزل بقى بعصير الطماطم، ضربته في الخلاط. انا مش هحط ماده سايله تاني، مش هزود ولا ميه ولا حاجه. انا خلاص كده هسويها على عصير الطماطم بس. انا هنا معايا الدبابيس مش بتاخد سوا كتير، مش بتعوز ميه كتير، هي كده حلو بالنسبه لها. غطيتها اهو، واول ما تتسبك كده وتدخل في السوا هبقى اطفي عليها وابتدي احطها ادخلها الفرن. انا هعمل هنا كده رز بالشعريه. انزل كده بالشعريه، هقدمها مع الدبابيس. انا كده خلاص كده تتحمر معايا الشعريه. انزل كده بالرز، كوبايه التانية، وابتدي اقلبهم بقى مع بعض، واكون غاليه ميه. انا كده هحط لها بقى الميه المغليه. خلاص كده هنزل كده بالملح، بملح وكاري، احط كاري واقلبها.
واسيبه ايه، هسيبها اوطي عليها النار وهسيبها تستوي. انا كده خلاص الفراخ استوت معايا، طالما فصلت كده من الجلد منها يبقى خلاص هي دخلت كده في السوا. انا كده جبت الطاجن وهبتدي اطلع الفراخ وارصها كده. هحاول اطلع معلقه تاني. وهنزل عليها بالصوص كده وهدخلها الفرن. هظبطها كده بس الاول قبل ما ادخلها الفرن بالشكل ده. طبعا الصوص اللي نازل منها ده كله هحطه، مش هخليه في الحله. المنظر ده كده. واي حاجه زايده عشان طبعا ده هيتحرق في الفرن امسحها كده. وهي كده جاهزه اوديها احطها في الفرن كده. انا دخلتها الفرن واول ما تتحمر هطلعها. وكده خلاص وصفتنا طلعت من الفرن اتحمصت معايا حلو كده. وهقدم معاها رز بالشعريه. ويا رب الوصفه تعجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايكات يا جماعه وشير للفيديو علشان الكل يشوف الفيديو، واللايكات بقى. وعايزه تعليقاتكم الجميله، وقولوا لي ايه وصفات تانية بتتعمل بالدبابيس الفراخ. وبألف هنا والشفا اللي هيجربها، ومع السلامه.